اول شي بدي احط مي لحتى تغلي المي لانه ما معنا مي سخنه. بحط لها شويه زيت، ماجي، ملح، بهارات المندي، جزر مبروش. بنحركهم شوي ولغطي الطنجره لحتى تغلي. هي الطنجره هون عم تغلي، وهي المشاوي صارت جاهزه تقريبا، بقيان علينا نحطها على المنقل. هون دجاج، تشيكن شيش وكباب. هلا بداية حطيت الدجاجات الكاملين والتشيكن شيش. هلا بعد ما غلت المي بدي نزل فوق الرز يلي انا نقعته وغسلته بالبيت بهذه الطريقة. رح احركهم هيك شوي، شوفوا اللون ما شاء الله. رح اغطيهم. الدجاج صار جاهز ما شاء الله. هلا بعد ما صارت المرقة والرز بنفس المستوى بدي اغطيهم بالقصدير. وبعد القصدير نوصل الغاز على الاخير. غطيتهم هيك بهي الصاجة مشان يتهدى الرز منيح. هلا رح شيك على الرز ما شاء الله، ورح احط على وشهم الزبيب وارجع غطيهم واتركهم 10 دقايق. وهلا بعد 10 دقايق بدي احط فحمة. هذا مكان الفحمة، وفحمة بالحجم العائلي. نغطيها هيك وبنتركها. راحوا الفحمات، الدخان. وغطيتها منيح منيح لحتى تدخن. وهلا هيك صار الغدا جاهز. هيك صارت جاهزة. شوفوا لي هالمنظر ما شاء الله. وهلا صار وقت السكن. يلا تعالوا. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. وهي الرز صار جاهز. هلا بقى بدي احط فوق المشاوي والمكسرات. بسم الله. هلا رح احط لها الدجاج اللي عملناه. وين منت ماما؟ رح احط 4 بس بهي الصينية والباقي حنتركهم بالصحون. يا سلام، مشان يزيد معنا مجال لنحط الكباب. الكباب رح نحط هون على 4 جهات. كمان من هون سخنين شوي. هاي بندورة كمان. بدنا بصل. واخر شي صار وقت المكسرات على الوش. هون ماني عرفانة شو بدي احط. يلا تعالوا شوفوا كيف حضرت السكر. صالح كنت هذا صار مكانه. علي صالح. اوكي. That means you want to call me.